أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن فقرة قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية، ونستهلها بصحيفة الأخبار حيث عنونت على ظهر صفحتها الأولى: فواتير وهمية لاقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك. وكتبت في تفاصيل الخبر: كشف تقرير الافتحاص الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة الملعب بإقليم الرشيدية وجود تلاعبات شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها. وأكد التقرير أن الرئيس السابق للجماعة والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المهدي العلاوي قام بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام مختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71,910 دراهم سنة 2017، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168,420 درهم و169,920 درهم.